سمعتوا القرمشة طبعًا، تعالَ أقول لكم بقى على طريقة الخيار المخلل المقرمش جدًا ده، اللي يفضل معاكم فترة كبيرة بنفس القرمشة. السر كله في مكون واحد بس. أول حاجة عندي كمية من مَيّة، مَيّة مغلية وسيبناها تبرد تمامًا، وبعد كده نبدأ نستخدمها. لكل كوباية مَيّة معلقة ملح، وهنحط بقى المكون بتاعي ده اللي مهم جدًا، معلقة صغيرة سكر ومعلقتين كبار خل. يبقى اللي هيحافظ على القرمشة هو السكر، هيدينا طعم حلو ليه وفي نفس الوقت يحافظ عليه يفضل مقرمش فترة كبيرة جدًا. هتجيبي بقى البرطمان وتحطي تقفي فيه الخيار بتاعِك كده، عايزة تقطعي الجزء اللي فوق واللي تحت ده اقطعيه، بس أنا بافضّل أسيبه زي ما هو كده. كام فص توم كده وممكن تستغني عنه لو مش عايزة، بس بيدّي نكهة حلوة جدًا الخيار، وشرايح الليمون. وبعد كده بتحطي المَيّة بتاعتِك وبتسيبيها حوالي 4، 5 أيام، بيطلع لِك بقى خيار مقرمش رهيب بجد. جرّبي الطريقة دي إن شاء الله هيعجبِك جدًا.